السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة حبايب قلبي هنعمل مع بعض البوريك بتاع الافران، بس احسن من بتاع الافران اللي بنجيبه من بره، احسن بشوية. مكونات سهلة وبسيطة وندخل في المكونات على طول. عندي كيلو دقيق ومعلقة خميرة فورية كبيرة، نقرب بس البولة كده عشان نشوف، وعندي معلقتين لبن بودر، وعندي معلقتين سكر، وهنحط بعد المكونات دي هحط نص معلقة ملح. لازم نحط الملح عشان ما ننساوش زي ما انا بنساه كل مره. وهحط نص معلقه بيكنج باودر عشان يخلي العجينه هشه وحلوه. وهحط 3/4 كوبايه زيت، من ضمن ال3/4 دول معلقه فيها سمنه او زبده زي ما انت حابه وزي ما عندك موجود تشتغلي. وعندي هنا معلقتين صلصه مدوبهم في معلقتين ميه عشان ما تبقاش قطع كده في قلب العجينه. وهحط كوبايه زبادي. هتقولي لي لازم الزبادي، هقول لك بيخليه هش كده من بره وطري كده من جوه. وهنستخدم الميه بقى حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. انا حطيت كوبايه الا ربع مؤقتا لحد ما هشوف العجينه هتعمل معايا ايه. وركنت البيضه في جنب لان دي هنحتاجها في المرحله اللي جايه، وسمسم وزعتر. وعندي الجبنه اللي احنا هنستخدمها في الحشو بتاعنا ان شاء الله رب العالمين. حطينا العجينه وعجنتها في الخلاط، وبقت زي ما انتوا شايفين كده طريه، بس مش بتلزق في الايدين زي ما انتوا شايفين. نضفت السكينه بتاعه العجان، والعجينه زي ما انتوا شايفينها. بصوا، ملبن العجينه زي الملبن. اسيبها ترتاح شويه او ترتفع او تتخمر نص تخميره، مش لازم تخميره كامله لان انا هكمل التخمير بتاعها على الصاج عشان تاخد الشكل اللي اللي انا عاوزاه. جبت صاج كبير كده من الصاجان اللي عندي الكبار عشان ادخله مره واحده. وحطيت فيه يعني دهنته بسيط كده سمنه او دهنيه زيت زي ما انت حابه، او زبده زي ما انت موجوده عندك. اشتغل يعني، مش هنقف على حاجه. وغطى البرطمان ده ونشتغل بقى نعمله قطعه زي الفل، مفيش حاجه بتقف قدامنا. هفرد العجينه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. العجينه عامله ازاي؟ العجينه يعني مش مستحمله بصراحه، بتتفرد بكل سهوله. وده معناه ان العجينه بتاعتي انا عجنها كويس. شايفين؟ افرد العجينه بقى بالسمك اللي هو انا عاوزاه، يعني بحوالي سنتي مثلا يعني. وابتدي بقى اقطع العجينه دواير بالغطا بقى، بقطاعة، اي حاجة متاحة عندك. احنا بص بنسهل الموضوع على نفسنا قوي. وهحشي بقى الحشو بتاعتي، هحشي جبنة، اي نوع جبنة موجودة عندي، موزاريلا، بيضة قديمة، اسطنبول، اي نوع جبنة ما تقفيش. بواقي جبنة عندك في التلاجة. كل ده ان شاء الله رب العالمين هيبقى في البريك بتاعنا حلو ان شاء الله. حطينا الجبنة اهو، شايفين؟ قطع صغيرة كده وطالع مسمسم وجميل. ليه؟ خلي بالكم ان هي العجينة صغيرة. ليه؟ لان هو لسه هيرتفع معانا وحجمها هيكبر شوية عن الحجم ده. لما تتخمر قوي هتكبر معانا عن الحجم اللي انتوا شايفينه ده. كده عملت اخر واحده معاكم اهوت لحد عشان ما اطولش عليكم الفيديو، بس عشان ما تزهقوش مني. ورصيت كده وهبتدي اخلص زي ما انتم شايفين. عملت العجينه كلها. وانا هنا بقول لكم مش هستخدم البيضه. قالوا لي لا ما تحطيش على الوش بيض، حطي على الوش حليب. فحطيت على الوش، دهنت كده الوش بتاعنا حليب، عشان لما احط عليه الزعتر او احط السمسم يمسك فيه ويبقى شكله كده حلو من بره وفيه لمعة جميلة كده، زي ما هتشوفوه ان شاء الله رب العالمين. هدهن الصاج ده، في شوية هعملهم زعتر وفي شوية هعملهم سمسم. والاكتر فيه هيكون السمسم، عشان السمسم يعني يبقى اكتر شوية عشان بيحبوه اكتر يعني. تمام حبايبي، هنا شويه دول حطيت عليهم زعتر زي ما انتوا شايفين كده. وحابه تحطي زعتر مع السمسم برضو مفيش مشكله يعني، عادي حطي زعتر مع السمسم برضو. دي واحده كانت حته عجينه اتبقت في الاخر كده، عملتها حشيتها جبنه بزعتر من جوه وحطيت عليها زعتر. وصدقوني دي طلعت اجمل من اللي انا عاملاه ده كمان. اكمل بقى باقي الصاج بتاعي وهحط السمسم
السمسم يعني بيتضغط شويه، بس انا ما ضغطتوش بصراحه عشان كنت خايفه التخمير بتاع البوريك يتعمل مني يعني. وكده بقى بالشكل ده. طبعا انا مشغله الفرن من قبلها، الفرن بتاعي شغال من قبلها، لازم يكون شغال من قبلها. دخلته الفرن وطلع بالشكل الرائع الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا مش لازق، وده لو دل على حاجه يدل ان هو التسويه بتاعته جميله. طبعا سخنه مش عارفه امسكها، ولكن حبيت اوريكم ان هو ازاي هش وعامل ازاي يعني منفوخ كده وجميل. هطلعه بقى ارصه في الطبق بتاع التقديم بتاعنا. شايفين لو فتحنا واحده ما شاء الله يعني من جوه طري، ومن بره كده عامل غلاف مقرمش، مش مقرمش قوي يعني، بس هش كده وجميل. خلصت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده، ورصيتها في الطبق. وطبعا ملحوظة بقى، ما تطلعوش القطع من الصاج وهو سخن، انتظروا عليه شوية لما يبرد الصاج عشان يطلع معاكي بكل سهولة وما يتقطعش منك. وبكده خلصنا بالشكل الجميل بتاعنا ده، ولسه في شوية كمان في الفرن. فتخيلي بقى من كيلو دقيق عملت الكمية دي كلها. ينفعنا في المدارس، ينفعنا واحنا رايحين الشغل، ينفعنا في اوقات كتير قوي. واتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة حبايبي.